في فيديو النهاردة بقى هنعمل شاورما صيامي نباتي خطيرة من غير لحمة ولا فراخ ولا بطاطس ولا بتنجان ولا فول صويا. بجد يا جماعة رهيبة. تابعوا بقى الفيديو للنهاية علشان تعرفوا عملنا الشاورما الجميلة النباتي الصيامي الحلوة دي ازاي. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفوني. أنا كراميلا ودي قناتي كراميلا الشيف الصغير. دعموني بقى بلايك وشير للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا نبتدي في المكونات بتاعتنا ونشوف عملنا الشاورما الجميلة دي ازاي. أول حاجة فوق عندي هبتدي ان انا اعملها هنا بزيت الزيتون علشان الناس اللي بتحب الحاجات الصحية فممكن تمشي دايت حلو قوي قوي قوي. تمام. احط هنا حوالي 3 ملاعق او ملعقتين من زيت الزيتون. انا هنا هعمل كمية يعني كبيرة شوية، فممكن لو حابة تعملي كمية اقل قللي الزيت عن كده. 3 ملاعق، ملعقتين، 4 ملاعق، زي ما انت عايزة. مجرد بس هنا ما احط الزيت يعني ما سيبوش يسخن كتير، على طول هنزل ببصل. هنا انا مشرحاه او مقطعاه جوليان وبسيبه بالشكل ده. مع التقليب بيفك لوحده، بيبقى يعني واحدة بواحدة كده، فبيبقى جميل قوي. ابتدي بقى ان انا هنا اقلبه في زيت الزيتون. وضروري يا جماعة مع البصلة ننزل برشة بسيطة قوي 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 من الملح، بتطعم البصلة قوي وبتخليها تدبل معايا بسرعة. طبعا احنا في الشاورما مش بنحمر البصل، لا احنا يا دوب بس كده بندبله وبنبتدي كده نفتكها بالسباتيولا وبتتفك معايا بكل سهولة. تاني اضافة معايا وهي فصين كده توم. التوم بيطعم الشاورما بتاعتنا دي قوي 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 يا جماعة، بيخليها كده ليها نكهة مميزة. التوم مع البصل نكهتهم جميلة مع الشاورما. يا دوب بس كده فصين وخلاص، مش هنحط كتير. وما ننساش يا جماعة رشة الملح اللي مع البصل ومع الثوم زي ما متعودين. انا هنا للاسف عفوا انا هنا للاسف حطيتها والكاميرا كانت فصلت في الوقت ده. فخلاص كده بنقلبهم يا دوب بس كده اشم ريحة الثوم تطلع. برضو مش عايزة اي حاجة تحمر، بس يا دوب بس البصل كده بدأ انه يدبل عندي. وهبتدي بقى اضيف المكون الرئيسي بتاعنا النهارده وهو المشروم. شاورما المشروم مفيش اطعم منها ولا احلى منها، ولكن للاسف ما لقيتش مشروم في السوق في الوقت ده، فجبت المشروم المعلب. وعلى فكرة يا جماعة بيبقى طعمه برضو لذيذ وحلو قوي. ممكن تحطيه مع توم بس في البداية وبعد كده تحطي البصل، ولكن انا بحس نكهة التوم مع البصل بتديله طعم حلو حلو قوي. وهنا بقى مش هبتدي ان انا اضيف الفلفل دلوقتي، لا هبتدي ان انا ابهر هنا شوية، وهبتدي ان انا اقلبهم لغاية اما المشروم كده يتطعم بطعم البصل والثوم زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنضيف ملح لان انا دلوقتي هظبط الملح بتاعي. فانا هنا هضيف ملح، هضيف فلفل، اي بهارات شاورما عندك ضيفيها. عايزه تضيفي زي ما انا ضفت كده تبقى وصفه بسيطه وحلوه ما فيهاش عك كتير، اوكي. ملعقه من الكزبره الجافه، ربع يا دوب كده ملعقه من الكركم تديها اللون الاصفر الجميل، ملعقه صغيره او نص يعني او ملعقه مهزوزه من الفلفل الاسمر. وطبعا يا جماعه لازم السبايس في الموضوع، لازم. فحوالي هنا رشه او رشتين من الفلفل الاحمر. ونقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه، فالمشروم هيتطعم عندي من البصل والثوم والتوابل دي. هيبقى بجد يا جماعة طعمه خطير. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نحط الفلفل الالوان، ومش ضروري يكون عندك فلفل رومي الاصفر والاحمر، عادي لو عندك الاخضر العادي، وعندك فلفل مجمد اوكي يمشي، ما عندكش خالص تمام مش شرط. هي بتبقى جميلة وحلوة بأبسط الطرق. هنضيف بقى دلوقتي هنا الفلفل الألوان. على فكرة يا جماعة احنا كنا مفرزينه مع بعض قبل كده على القناة، ممكن اسيب لكم اللينك بتاع التفريز تحت في صندوق الوصف أو في أول كومنت لو انت على الفيسبوك أو التيك توك أو الانستجرام. ابتدأت بقى ان انا احط ال3 ألوان مع بعضهم وابتدي ان انا اقلب، وفي مكون اخير هنضيفه لكن بعد ما احس كده ان الفلفل دبل شوية معايا وبدأ كده انه يعني يطرى شوية. طيب بصوا يا جماعة معلومة حلوة قوي بالنسبة للشاورما أو لاستخدام الفلفل عامة في أي وصفة، خصيصا لو كانت شاورما. لازم
نخلي الفلفل ما يدبلش قوي او ما يستويش، حلاوته كده لما بيبقى لسه فيه قرمشة بسيطة. فاهمين ليه بقى؟ علشان ما نخسرش كل العناصر الغذائية اللي موجودة فيه. فنصيحة يعني خدوا بالكم منها. يعني يا دوب هنا بس دبل شوية، بعدين ضفت هنا طماطمايه اللي انا كنت مقطعها دي كانت كبيرة شوية، وكنت شايلة البذر منها، يعني طماطم من غير بذر، علشان ما تطريش الوصفة عندي ويبقى فيها مية واستنى بقى المية تنشف والكلام كل ده. تمام كده خلصت الشاورما بتاعتنا في 5 دقايق، مفيش اصلا، يعني حاجة سهلة سهلة سهلة. هنقدمها بقى مع عيش سوري وتومية صيامي. اوكي، هنقدمها كده ونحشيها بقى بعيش ونحط عليها مثلا كاتشب او تومية او مايونيز. اوكي، صيامي طبعا يا جماعة مايونيز. هناكلها كده تمام من غير سندوتشات. تمام، بصي اي حاجة انتي حابة تقدمي بيها او تاكليها بيها دي لك مطلق الحرية فيها، ولكن كطريقة بجد حلوة قوي، مليانة بالعناصر الغذائية، مفيدة جدا للدايت. بجد يا جماعة خطيرة خطيرة خطيرة. اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسوش لو وصلتي معايا لغاية هنا يا قمر اضغطي على سبسكرايب، وكمان فعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد انزله من وصفاتي. بجد يا جماعة جميلة قوي، عملناها من غير لحمة، من غير فراخ، من غير بتنجان، من غير بطاطس. بالمناسبة ممكن تضيفوا معاها بطاطس مقلية كمكعبات، هتبقى خطيرة خطيرة خطيرة، بس انا هنا ما ضفتش لاني كنت عاملاها كوصفة دايت. بصوا بقى الجمال، بيتكلم عن نفسه يا جماعة، بيتكلم عن نفسه بجد، خطيرة خطيرة بجد. يلا بقى باي باي، بألف هنا وشفا بقى لكم مقدما.